مساء الخير عليكم، ازيكم؟ النهارده انا في اي ريد بودكاست منى الزهيري، ومعايا مستضيفه عبدول. هو عبدول بعينه في غباوته. ازيك يا عبدول؟ عامل ايه؟ زي الفل، انت ايه كويسه؟ الاخبار؟ انا حلوه الحمد لله. يا خبر، الحمد لله. طيب، احنا النهارده البودكاست بيتكلم عن الوقت. الوقت. بس قبل الوقت انا عايز اسالك عن حاجه بجد. عيوني الاتنين. ماشي. تفتكر، انا بشوف ان كل انسان في الحياه ليه بصمه. اكيد مش البصمه اللي بتحطها بس كده بس بس صوت، عشان بس انا صوت. تخيلت. اكيد بس لا صوت. لا لا، مش صوتي البصمه هو كلمة السر الخاصة بيه لا HSBC. لا، مش البصمة دي. اقصد ان هو اهو. بيبقى شايف ان هو هو جاي. ده البصمة. طيب، ان هو بيبقى شايف ان هو جاي الحياة عشان حاجة معينة. تفتكر انت جاي الحياة ليه؟ آه عشان انا افيد. ايوه، ايه الافادة اللي انت شايف ان انت ممكن تقدمها؟ يعني لا قولي ما مثلا. يعني عامة انا بشوف ان الانسان كل شوية بيكتشف الحكمة دي، او كل شوية بيكتشف هو ليه جاي الحياة. انت شايف انت جاي ليه؟ بس خش في ماشي. مود الجد بس عشان. ماشي اه. يا لهوي. يعني انا ممكن اقول انا حاسة انا جاي ليه. طب ما تقولي او انا مقدراني ليه؟ أو ممكن اقول لحد ما انت قولي. تفكر. لا قولي انت، يعني بحس قولي لي، مثلا. انا حاسس ان انا جاي برضو، انا ماشي. يعني انا وانت قولي لنا. يعني بتقولي هقول انت لك، يعني انا الاجابتين. مثلا بحس ان انا دوري في الحياه ان انا دايما، حتى من الكونتنت بتاعي او من علاقتي باصحابي او كده، ان انا ما فيش حاجه عندي مش بتنفع خالص. يعني اي حد بيفكر ان في حاجه مستحيل او مش بتنفع او كده، او او مش هتعرف تعملها او بتاع، انا بشوف ان اي حد يعرف يعمل اي حاجه. يعني انا في حياتي، انا من وجهة نظري انا كنت عادي جدا، كنت بنت صغيره في اسكندريه، ما فيش اي حاجه، خريجه كليه حقوق. وبعدين لما كنت باجي بقى مثلا اقول للناس ان انا هتشهر او هعمل كونتنت او كده، كانوا بيقعدوا يتريقوا عليا دي حاجه. ومامتي واصحابها وبابا واهله وكل حاجه. بعدين عملت كل اللي انا عاوزاه يعني. بقيت مشهوره فعلا. سافرت كل البلدان اللي انا عايز اسافرها، جبت كل الحاجات اللي انا عاوزه اعملها يعني. عملت كل الحاجات اللي انا عاوزه اعملها. ولما حد بيجي يقول لي لا مش هتعرفي تعملي كده، بحس ان اللي هو لا، هعرف لو مش هعرف عشان انا مش هعرف، بس انا هعرف عشان اوريك ان انا هعرف. ومش لو يعني ايه، لو مش عارف احبسك. يعني لو مش هعرف هو يعرف هتبقى انت مش يتحبس، هتبقى اختار انت. موجود بالظبط. فانت شايف انت جاي ليه؟ انا كان بجد بقى، اه بجد. نتكلم بجد لا بقى. ده بجد والله. بجد. انا شايف ان انا جاي بجد بقى، بجد بقى يعني امانه. اه انا جاي لي صحيح. بجد وحقيقي. لا والله يعني بفكر اصيغ الجمله ازاي. حسب من اللي حصل لي الحادثه كمان بالذات. انا انا زمان الكونتنت بتاعي كله بابا، بس بابا دمه خفيف. اوكي. فالناس متقبله الكلام مم. كله كده. الساحل الناس قال عليه. مم. الجامعه انتوا جايين تتعلموا ولا جايين تتمنظروا على بعض. مم. الاهل بتربوا ولادكم كده ليه؟ مم. 50 شيدز ده روايه، مش عارف انا، ما انت من اهلك، انت مالك؟ اوكي. انا كده. مم. ولكن الناس بتقبلك انا عشان بضحك. مم. لكن هو نفس الكلام اللي ابويا بيخش يقوله في الاوضه بس مش بيضحك، فانا بتضايق منه. اه اوكي. هو نفس الكلام بالظبط بتاع الابهات او اي رخم يعني. مم. فانا كده دايما في الكونتنت بتاع حد كده. هذا ربنا بقى اداني سبب بقى كنت كده بجد. مم. يعني ان انا بقيت الناس بتاخدني انسبيريشن. اوكي. ودي كارثه، بس الحمد لله. آه. ومسجز بقى، انت حسست ان مش عارف ايه. انا بحس ان مش قادر اعمل حاجه، بشوف الفيديو بتاعك بتاع الريكفري فيديو مم. وانت بتحارب وانت في العلاج الطبيعي، بحس ان انا ممكن اعملها. طب لو هو عملها ممكن اقدر اعملها. مم. انا بقى ماسك فيه، قصدك ايه يعني؟ اه قصدك ايه؟ لو هو عملها انا اعمل، قصدك ايه يعني؟ اه اوكي، انت عندك بشكل مختلف. لا قصدك مشاكل بقى مش. ايوه. لا هو بجد بقى بحس ان انا، هو ده اللي كنت بعمله في الكونتنت الكوميدي. امم. بس بجد اللي هو انا عايز انفع الناس. مهم. بس ربنا اداني حاجه بقى انفع بيها بجد. ايوه. الحاجه اللي مش يعني بس هو. مجرد ان انت بتسكريبت كلام وبتقوله للناس، لا هي هو حاجه. ربنا، وانا ولا حد كنت بسكريبت، كنت كنت بفتح تطلع كده الكاميرا وهو. على الله. لا ما تقولش تهو. ما تقولش كده. ماشي. اه. وجار. وانا دي برضو. المهم. فلا يعني كنت بنفع او بحس ان انا بنفع الناس، بتقول بتضحكني، وان كنت بقى ممكن تخرجوا عن هم زغرطه ايوه كلها. ولكن ده كده كده لا محل، ده اقيم من ده. صح. تخرج مع حد يخرجه من اللي هو، حتى لو كان بيعيط وخرجته خليته يحس ان هو احسن، ماشي. ايوه. بس ده انت شلت واحد من بيموت مثلا.
ايوه او عنده اعاقه بقى بجد. المفروض ان انا اسمي زي واحد جد بقى واعاق وكده، بس انا ما فيش، انا بمشي عادي يعني بمشي بالكين العكاز بتاع جزء ايوه المكفوفين. ايوه. في المترو بيوقفوني الظباط، انت ماشي بيه ليه؟ ايه اللي ماشي بيه؟ انت شايف كويس؟ هو بقى اوكي. اقنعه بقى ان انا استنى، انت لسه جاري على السلم دلوقتي. ايوه فهمت قصدي؟ ايوه. فده الحمد لله ربنا اداهوني عندي حاجه انفع بيها. ايوه صح. ده التطور والله دي. بتاع اللي كنت بعمله في الاول. ايوه. فانا حاسس ان انا جاي عشان خلينا نصيغها مثلا. يعني انا بشوف اصيغها لك. صغار. انت صياغه. ولا هعمل استأذنت هعمل لك ولا صياغه. فتحت الباب كده ودخلت. هعمل لك صياغه. انا شايفه ان ده مثلا ان انت جاي يمكن تعلم الناس حاجه جديده، او تعلم الناس حاجه جديده باسلوبك انت. هقول لك بقى، مش هعلمهم حاجه جديده، جاي اتعلم اهو. مش عيب يعني، تعالى نرتجل بقى. ماشي. انت مش بتعلمهم حاجه جديده بحكم ان هم الموضوع اللي هم عارفينه اصلا، مهم. فانت بتنور لهم، بتغير الانجل، الزاويه اللي الناس بتبص منها. وريهم زاويه ما انت تانية. ما انت يعني perspective مختلف. ايوه. يعني you طريقه تانية يشوفوا redirect بيها. the way they're looking at life، او the way they're treating with life، او the way they're seeing themselves as معاقين، ايوه. او اعاقة عني اعاقة. اوكي. فكرك ده لوحده اعاقة. انت اوكي. عملت حادثة، انت موت عنا مواقف من قبل الحادثة. الحادثة ما فيش حاجة يعني. اوكي. بس فالفكرة ده بدليل ان انا اسمي، او اللي كان معايا كان ذوي احتياجات معاق، مهم. بس انا بشيل اوزان اكتر من الناس اللي في الجيم بيشيلوها مثلا. او اوكي. بركب مترو، اللي بركب مترو في البلد دي خاف. ايوه انا شفتك قبل كده في المترو على فكره. بجد. انا بقى كان نفسي اقول لك انا مش شايف اصلا، انا ما شفتكيش. بس انا انا شفتك. كمعت ان انت لما يا ابني انا مالي يا ابني. انا شفتك في المترو. يعني هو مش بيقول كلام مش حقيقي، انا شفته فعلا في المترو. انا ما وما تخيلتش ان عنده اعاقه. بيقول لك سؤال الحلقه: الوقت بيروح فين؟ وبجد بقى، يعني هو انا لو هسف. بس 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 الحقيقه الوقت فعلا بيروح فين. ربنا منا اللي قتلته. على فكره هم مدينا هنا اختيارات. الاختيارات بيقول لك خلينا نعمل سبوت على الحاجات اللي بنضيع فيها وقتنا. اختيارات؟ ماشي. مش اختيارات. ما انا هقول لك اهو. يعني ما انت لو تصبر، ما انت لو تستنى. مش بحاول. بيقول لك ازاي الفيديو، بيقول لك انواع الفيديوهات زي غسيل السجاد، الاكل، التحديات، الفلوجات. اتفرج على اي حاجه من دي. مش عارفه مش دي الحاجات اللي بضيع فيها وقتي. انا برضه. طب قول لي بتضيع في وقتك في ايه؟ النمرة غلط يا عم. طب قول لي بتضيع وقتك في ايه؟ آه، يعني مزيكا. في الاغاني. بتسمع اغاني كتير؟ بسمع مزيكا كتير امم وبلعب مزيكا كتير. امم طب ايه اكتر مزيكا بتحبها؟ اللي انتوا مش بتحبوها. اللي هي ايه؟ ميتال. اه ميتال 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 اه ميتال. اه ميتال وكلاسيكال ميوزك، يعني ميتال وبخ بقى والشاب دي. انا بحب اما بخ الكلاسيك ميوزك. كلاسيكال جدا بقى. انا سمعتك جوه كنت مشغل حاجه كلاسيكال صح؟ شفت؟ خد بخ بالك عم انا. بخ. اه عارف اوكي. ان عم بخ ده بيزد على بخ بجد. انا عارفه. بخ الحقيقة انا عرفت وصل. ده لما بقيت اسمع باخ بقى عامه. هو بخ الحقيقة وصل، هو ده بخ الحقيقة. يعني عرفت ان ده اما كده. عم بخ ده اللي هو اول شفت اللي هو عم بخ. ايوه والبيس اللي كان بيلعب كان بيعمل حاجة بالفيولين. ايوه ايوه ايوه. جزء من بيس بجد. اوكي. طيب هسألك سؤال تاني. سؤالين بقى، ماشي سؤالين. هسألك سؤال تاني. دلوقتي انت بتضيع الوقت في المزيكا بس، ايه تاني شايف انه بيهدر وقتك؟ يعني انا بشوف اصلك هتضيع وقتك في المزيكا. يعني انت طول اليوم بتسمع مزيكا؟ لا بصراحة يعني اصل ازهق. بحاول قد ما اقدر ما اضيعش وقتي. اوكي. لا. انستجرام. الانستجرام. سكرولينج بجد بجد ده بجد. انا ده. بقفش نفسي وانا بسكرول. تعرف انا في واحد صاحبي علمني حاجه كده، ان بتشوف انت بتستخدم الابلكيشن قد ايه في اليوم. انا اكتشفت ان انا بستخدم الانستجرام 13 ساعه في اليوم. يعني في 13 ساعه من ال 24 ساعه. هو في كام ساعة اصلا اليوم؟ 24 ساعه، في 13 ساعه منهم. انت مش بتنامي بقى؟ لا انا بقى انا ماسكه ريلز. بتنامي الريلز كام دي ساعة بالنسبه بقى؟ لي زي النقطه كده، بتنامي كام عارف؟ ساعة بقى؟ انا في النقطه كده. انا ريلز، عاشقه للريلز والله، احبها. يعني بموت فيها. والله كام ساعة تنامين؟
لا ما انت شفته النهارده، جيت متاخر اهو. كان في 70 ريلز امبارح بالليل، فاهم؟ انا عاشقه انا كده للريلز جاي بجد. مطبقه بقى مش نايمه. يعني هقول لك على حاجه تاني. بيقول لك طيب، هو هنا في الورق بيقول لك التاثير السلبي للفيديوهات دي خصوصا قبل النوم. نجاوب يعني. اه انت شايف انها بتاثر سلبيا؟ انا شايفه انها بتاثر، لان انا هقول لك على حاجه. انا بتضيع وقت. لا، مش بتضيع. 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 يعني كنت قريت كتاب احسن الصراحة. بتضيع، ده واضح ان هي ضيعت مش بس وقتك، يعني ايوه دماغك كمان. بتضيع ضيعت. دماغك، بتضيع فكرك هي كله. ضيعت وقتي ان انا اجي هنا، يعني أنا اتاخرت على المجاي عشان الريلز امبارح. قصدها ايه؟ ايوه يعني لا ضيعت. لا، قال لك ان انا جاي هنا. انت شايف من وجهة نظرك انا مش ازاي؟ شايف قوي بصراحه. طيب ماشي. اقول لك انت انا، حاسس من وجهة اقول لك نظرك. انا شايف ايه. اوكي. مزغلل جدا. لا لا خلاص. انت حاسس من وجهة نظرك ازاي نقلل الفرجة على الفيديوهات دي؟ مجروح. ازاي نقلل الفكره على الفرجه على الفيديوز. اقول لك انا بعمل ايه بصراحه. اوكي. بصحى بدري قوي، بنام بدري قوي. امم انا بجد تصحى الساعة كام؟ 6 6 الصبح؟ او 5، 5 ونص. ليه؟ او انا الفجر. اعترض بقى، اعترض. ليه؟ لا ما انا مستني ليه تعترض. ليه؟ لا ماشي اوكي، بتصلي عشان الفجر. اخش الجنه. ايه اللي ماشي اوكي. لا والله. بصحى 5 ونص، اصلي صلاه الفجر. اوكي. ومن ثم امم البس اوكي. اللبس اللي انا محضره قبلها بيوم، اوكي. بس انزل الجيم. من 5؟ طب ما انت مش 6. بتضيع وقتك كده. انا ما كان نفسي اقول بس انا اكدب يعني. اوكي. ان انا اصلا بنام 6، انا 6 الصبح دي آه. بكون لسه نايم، مش لسه نايم. يعني ايه؟ بكون لسه صاحي مش لسه صاحي. اوكي. يعني 6 الصبح دي بكون لسه صاحي مش لسه صاحي. ماشي. طيب. فهمت ولا؟ لا. يعني لسه صاحي لسه صاحي. مش لسه صاحي. اوكي فهمت. والله ماشي دمها ماشي. خفيف يا فواز. حلو ماشي اوكي. وربنا حلو. حلوة صعبة بس حلوة. صح جدا جدا. اوكي. انا بقول لك لسه صاحي. فانت شايف انه الانسان لو نظم وقته ده هيقلل شوية من الموضوع ده؟ انا هكمل لك بقى اليوم. انت دخلت ماشي. في اليوم وانا مستعجل. خلاص قول بعد اتفضل. اذنك. ماشي. بعدين بنزل جيم، برجع بستحمى وبلبس وبنزل شغل. بالظبط كان في مثلا نص ساعة زيادة لو اوكي. بقعدها. اوكي. يعني برجع بستحمى والبس وبفطر وبنزل. يعني برجع مثلا 6، برجع 8 ونص مثلا. امم بكون هناك 10، المفروض اكون هناك 10. هو اصلا موضوع ان انت بترجع 8:30 ده بالنسبة لي يعني فاهم، دي حاجة صعبة انت جدا. بتقومي 8 ونص بس اقوم ايه العشاء. اقوم فين 8:30؟ العشاء يا ريت. ده حلم ده. ده ده حلم ده. ولا حتى تتهجد انا بتقومي معاهم تصلي. فوق. انا من الناس، انا اكتر واحده بتجمع الصلوات. والله انا اهلي قطعوني بسبب الموضوع ده. طردوني. ايوه. قال لك البنت دي بتبوظ البركه في البيت. ايوه. لا والله بجد، والله العظيم تنظيم الوقت. اكمل لك بقى اليوم بقى. كمل انا اسف. اكمل ده بقى. انا ده مش بس بتضيع وقت، بتضيع وقت. كمل خلاص طب خلاص. نعمل ايه؟ بقالنا نص ساعه بنحاول اقول لك يومي. ده انا رحت جيم ورجعت وانت بتتكلم. مهم. مهم. ماشي. بعدين برجع، هما يا دوبك استحمى والبس وافطر، اطلب اوبر يقعد بقى يكنسل ومش عارف ايه. معلش يا فندم كريدت لا كاش لما يجي. بعدين يجي باشا بسلامته، مهم. اروح على المكتب بشتغل. ارجع اول ما برجع، يعني في الغالب برجع مثلا 7 بالليل. مهم. او دعوة اعلان في ادفرتايزنج. ما فيش حاجه اسمها انت بتيجي الصبح وتمشي لما الشغل يخلص. هو مش بيخلص. برجع 7 والله العظيم يا دوبك تخش بلبسي، عشان ما اقعدش بقى اضيع وقت. بقى اخش الاوضه احط الشنطه وارجع تاني واخش الحمام بشنطه. مش بتتملكع؟ والله العظيم تتلكأ. ايه؟ بحاول اجيبها بالعربي احس انها في اي ريد يعني. تتلكأ. بتتلككي عليا كده. تتلكأ. لا. بعدين بخش المطبخ احضر فطار، اخش حمام. عشان بكره اخش حمام اتوضى. لا ما اتوضى يعني كده بكون حلقه بصلي بعنوان الفجر ازاي تنظم وقتك مع عبدول. اوكي. ما لايف كوتش بقول لك مش سهله. بتنظم وقتك انا جدا. لايف كوتش مش سهله. كنت المفروض انت اللي تبقى هنا وتسالني مش انا. انا مش شايف. احكي لك بقى عن قال صالات يوجا ولاتي قال بقى استطيع. نقعد بقى حد شايف عشان لا ما الكاميرا تقولش وكده. كده، لا. طيب. اكدب يعني.
لا بس بقالي شهر بقى مش منظم وقت، عشان كده كلموني. عشان عبد الله انت بقالك شهر، بقول لك ايه، هتبدا دايت الروتين بكره، خلص في تعال الشهر بقى تعال عادي. النهارده عشان تبدا دايت بكره. والله العظيم والله العظيم من لما بدات ارجع اعيش عادي وقت بيضيع. اولا بصحى 2 3، اوكي فبالعافيه بلحق الظهر. اوكي، ده بجد بقى اللي بتحكيه دلوقتي؟ بس بقالي اسبوعين رجع تاني دايت، بس اوكي. بقالي يعني قعدت فتره بجد والله مش بهرج. مم. قعدت فتره منظم مؤني معلش كتير قوي. معلش معلش. منظم وقتي من 2020. بعدين بقالي 5 شهور كده بتدلع. اوكي. ال5 شهور دول والله العظيم بصحى واحدة مثلا عشان كمان مش شغال، مش هعرف اعرف ايه. بصحى مثلا عشان كمان في شغل، فما مهم. فيش شغل فالدنيا بايظة. اوكي. فبصحى مثلا واحدة 2 مهم. بالعافية اصلي الظهر، مهم. اقعد انزل الجيم. طب تصدق حسيت ان القصه اللي كانت فيها وقت كانت انترستنج فعلا. ولا انا اكمل دي بقى دي اوحش بقى. بعدين والله لا والله مش ده اه بجد مش بعرف. اه بعدين افطر، طب اكل، طب لو فطرت لازم استنى 3 ساعات عشان الهضم يكون الدم في المعدة، وانا اكني بقى دكتور. مهم. فافطر واستنى 3 ساعات، انزل مثلا على الساعة 4 5، اقعد ساعتين مثلا، ارجع 8 اليوم بيخلص. فاضطر بقى اه استحمى والبس ومش عارف ايه، واكون فوتت المغرب عشان بتدلع بتمرقع في الجيم. وبعدين ارجع اقعد كده، ببدأ يومي الساعة 10. ايه بقى بنقول ايه بقى؟ صح، هي دي نقعد بقى لحد الساعة 12 واحدة 2، ومش قادر تفتح عينك. اقول لك بقى بجد بقى معلومة بجد اقسم بالله بجد اللي اكتشفته. 4 ساعات بعد الساعة 12 او بعد الساعة، انا بنام 10 مثلا، 4 ساعات بعد 11 مثلا، هم ال4 ساعات اللي هتصحاهم بدري الصبح. مهم. بس هنا مش فايق، هنا فايق. صح. والله العظيم من 6 7 8 9 10 11 12. يا جماعة ده هاك اليوم بيكون فيه بركة مرعبة. والله بعمل كل حاجة بحس ان في ايه ايوه، تاني، هو انا كده اليوم لا انا حسيت ده من القصه الاولانيه. اليوم بتمط. يعني حسيتك في القصه الاولانيه عملت حاجات كتير فعلا في القصه انا دي. سمعت مزيكا ايوه ولعبت مزيكا كتير وحفظت قرآن صور كتير قوي ايوه وسمعت كتب كتير قوي. ده وانا في المترو ايوه. قبل ما اقابلك بقى. بعدين انت جيتي بقى ضيعتي وقتي، خلاص فكلمتني بقول لك ايه يعني هتمنى وتعالى. خلاص انتوا فين في السادات؟ خلاص انا خلاص هتمنى وتعالى. خلاص خلاص انزلوا في كفايه المعادي وتعالوا. كفايه كفايه. طيب يبقى هنا بيقول لك الوقت بيروح فين. احنا عرفنا خلاص الوقت بيروح فين، مش محتاجين نسأل اكتر من كده. بس انا شايفه انه يعني يمكن انا خدت منك عايزه بصراحه انه تنظيم الوقت. يعني حاسه ان القصه الاولانيه عجبتني اكتر، فحاسه ان انا انا لو هبتدي قلت لك بعمل ايه بجد بعمل اتخذ كتير، كتير قصه بجد والله الاولانيه. العظيم بعمل كتير. حاسه كده. طيب بيقول لك بصوا هو كاتبين هنا حكمه. حكميني بقى. بيقول لك ان التحرر من خرافه عدم وجود الوقت الكافي. تمام، ده بيقولوا لي انا، انتوا توجهوا لي دي الرساله دي ليا. ماشي. لان اكيد مش لعبدول، لان قصته الاولانيه ما فيهاش اي خرافه لاي وقت. ان التحرر من خرافه عدم وجود الوقت الكافي هي اول المحطات المترو. دي بعدها نجيب سادات اوفر المحطات ده. التي ننطلق منها الى حياه منظمه اللي واستغلال فرق امثل حلوان للوقت والحياه بشكل عام. طيب وبيقول لك ان الكلام ده اتقال في السادات. في كتاب سيطر على حياتك للدكتور ابراهيم الفقي. انا نحترم بقى نفسنا. طيب بيقول لك غير عاداتك تكسب وقت اكتر. هسألك هقول لك ايه العادات اللي انت بتعملها من العادات دي، عشان بعد اذنك. يعني لو سمحت. المماطلة والتأجيل. انا مش عايز ابين ان انا سينت يعني، فانا بحاول افكر انا اللي بماطل وبأجل. عملت كده امتى عشان انا عارف الحل. انا يعني اكتفلي فكرت بعمل ايه وفي حل بعمله يعني، بس بحاول افتكر كنت بعمل ايه. امم هقول لك. وانا راجع من الجيم برجع البيت، همسك بقى التليفون قبل ما استحمى مثلا، اوكي. امسك التليفون عشان بحجة ان انا بشوف بس المسجز واشوف الناس حد كلمني كل، فانا مش شغل بقى وكده. في حين ده ممكن يقعد معايا مثلا نص ساعة، اوكي. والله العظيم ما ضيعت وقت. امم في حين انك لو دخلت يعني، انا في رول انا حاطط نفسي اسمه ايه، اعمل اللي لازم تعمله وبعدين تخلي المضيعة، هتلاقي وقت تضيع فيه وقت بعدين. امم يعني اول ما ارجع الجيم
لازم اعمل ايه دلوقتي؟ لازم استحمى والبس اوكي. واكون قاعد جاهز واطلب اوبر او ان درايف او ايا كان مش عارف ايه، اطلب كاب او اطلب رايد، مهم. صح؟ اسمع اللي عليا. مهم. اكون قاعد جاهز ولابس واطلب رايد، مهم. وانا بضيع شويه وقت او بستغله في اي حاجه. يعني مش شرط بقى، انا مش بقى اينشتاين اللي هو الحد بتقول خايف اضيعهم ايوه ايوه فبسمع بقى كتاب بقى ايوه ايوه. مش قوي كده يعني. آه. فبضيع حبه وقت دول، بس انت عارف انك محكوم ان قبليها كنت تستحمى وبعديها نازل اوبر، اوكي في ويندو هنا بس. اوكي. هنا لو قعدت بقى قبليها بجد انا راجع من الجيم مش قادر بجد، وعايز حد يكلمني هنا كلمه بس. الله اكبر، ايه ده يا جماعه العصر. بس انا عاوزه اقول لك على حاجه، يعني انا حاسه ان انت حتى في مماطلتك وتاجيلك واخد بالك من الوقت. لا، والله العظيم اتعلمت، المماطله والله والتاجيل اتعلمت. دي بقى عندي انا. اقول لك انا بقى المماطله والتاجيل. ارمي بقى الورقه دي المماطله والقي والتاجيل عليا بقى بتوع انا انا بقى. انهالي عليا بالوقت. ازاي ان كسري كل انت الساعات. ازاي ان انت والله العظيم 3 انا من كتر مماطلتي وتاجيلي. يعني انا مثلا لو عندي مثلا شغل او كامبين او حاجه تسليمها المفروض بكره، هي المفروض تسليمها بكره، انا بشوف اللي هو طب انا ليه اقوم اشتغل دلوقتي؟ طب ما نأجل عمل يا عم ولا جد، انا كده كده بشتغل الغد. قبلها بساعه، وايه المشكله؟ وسبحان الله يعني والله بتلاقي في حاجه بتهيأ لك ان هتعرف تعمل كده، ولازم اتزنق ولازم يعني لا 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 المماطله. ده انا بتماطل في ان انا اقوم اتغدى. لا طب اقوم اتغدى دلوقتي ولا اخليهم غدا وعشاء في نفس الوقت؟ انا مش بجمع صالة بس عارف بجمع وجبات. عارف عم ايوب، انا بحب امشي جوه الجزمه. انا بحب ان انا يعني ما تمط يا اخي. يعني انا اليوم 24 ساعه، لا يوم انا 50 يعني، فاهم؟ انا بشوفه كده في عقلي. انت على كده انا انت عندك عايشه في المريخ، فاهم؟ انا عايشه في حته تانية على كده اليوم انت فيها عندك 3 ايام في الاسبوع بس. بقول لك يومي طويل جدا. طيب الخلط بين اهميه الامور. ماله. نعم بيقول امور. لك ان ده من الحاجات اللي بتضيع الوقت. يعني خلط يعني بين عمرك مثلا شفت حاجه مهمه عن حاجه فضيعت وقتك فيها؟ مدير الحوار اتفضلي. اتفضل. آه ككوتشنج مهم. بجد انا مم. سيرتيفايد لايف كوتش. لا. آه انت بترتب priorities بتاعتك، بتفرق. مم. بتفرق ايه ده؟ هي بس اللي بتفرق. مم. هو ده الخلط من اهم. ايوه. يعني اقول لك حاجه انالوجي مش انالوجي بس حاجه ملهاش علاقه هي علاقه. اسمعي وخلاص، اسمعي. اوكي. الناس اللي مثلا بتشتكي هي بعيده بس قريبه، بس انت كلك نظر هتشوفيها. مهم. هي هناك كده. الناس اللي بتقول لك انا انا اقول لك انا ما ارتجل. مهم. انا جوزي مش بيهتم بيا، مهم. اصل دايما في الشغل، مهم. اصل مراتي دايما مع ابني، مم. اصل دايما في القهوه، دايما في السايبر مع ايوه اصحابه. ايوه. هو ده هو خلط الاهميه. يعني واحده صاحبتي مهم. سافرت السعوديه تشتغل. مهم. انا متضايق قوي ليه بقى؟ مع ان هي نفسها تشتغل مم. الشغلانه دي، اوكي الكارير بتاعها اوكي وسعوديه وحلوه، وهي اصلا سعوديه فالدنيا حلوه، اوكي. حاجه بلدها. مهم. ليه؟ ليه؟ انا عاوز اقعد مع اهلي. هنا ترتيب الاولويات. مم. انت عندك 5 حاجات او 6 او 10. يعني انا هقول لك البيزكس يعني، وانت يعني بيسك ايه، وبعد بيسك وانت حطي على البيسك ده ظبط انت هتعرف تتصرف. يعني هو واثق اوكي واثق فيك. ماشي. spiritual spiritual او family مثلا او مهم. relationships مهم. او entertainment او self time او me time. مهم. financials وفرنشيب قلناها. كارير مم. لو في حاجه ناقصه حد يبيتش ان يعني. مم. رتبيهم بقى. انا عندي ايه؟ هي مثلا عندها فاميلي اهم، مم. فالكارير تحتيها. اه فبالنسبه لها لو كارير حلو قوي بس بعيد عن اهلي مش عايزاه، اوكي. في حين ان واحد تاني كارير مهم جدا مم. عشان الفاميلي مهم، عشان ابنه عايز يجيب له مش عارف ايه، فبيجي على حق مراته كده. مم. الترتيب ده بس عارف لما ده فعلا ترتب ده بيضيع وقت فعلا لما يعني. ترتب هتلاقي نفسك مم. انت بتعمل حاجه انت مش عايزها، يعتبر مضيعه وقت. انت بجد مش عايز، انت بالنسبه لك ده اهم من ده.
فلما انا ده مش معطيات وقت قوي، مم. بس عشان كده بقول لك ده ملوش علاقه بس ليه علاقه. ده اكزامبل البرايورتيز هنا فرقت في ايه. طب انت شايف بقى موضوع ان احنا نظبط الاولويات دي؟ يعني انت من كلامك دلوقتي قلت ان في ناس بتبقى شايفة انه لا انا عندي شغل، طيب وبعدين عندي اهلي. طيب الكلام ده فعلا بيضيع وقت. انت شايف انه ده ممكن يجيب شوية انانية؟ الابريت اكتر، فاهميني اكتر. يعني هقولك. استرسلي. ماشي. يعني هقول لك، يعني انا ما اعرفش، انا يمكن ده نور في دماغي دلوقتي من بعد كلامك. يعني انا مثلا لو آه انا هتكلم انا عن نفسي في الحته دي، انا عايشه بعيد عن اهلي، مضطره ان انا اعمل كده علشان خاطر انا بحقق حاجه في حته تانية. ده بيجي على وقتي مع اهلي، انا ما بقضيش وقت كبير مع اهلي، بس عشان انا محدده اولوياتي ومش عاوزه اضيع وقت، فمضطره ان انا اقول لاهلي معلش شويه واشتغل اكتر عشان خاطر اقدر احقق اللي انا عايزاه. هنا بقى. انا صح فهمت قصدك. امم. ماشي. تعال نتكلم. يعني انت اولا كل حاجه خليها، يعني كل شيء يكون بالانسد. امم. ما يكونش كده قوي ولا كده قوي. امم. هم برضو معاك الناس بتقدر. امم. لو هو ما قدرش دي مشكلته هو، مش قصدي اهلك، اوكي. قصدي عموما ايا كان يعني. ايا كان، ايوه. آه انت انت جاي هنا، بس انت عندك برضو حاجات اساسيات. بر الوالدين امم. لازم تبرهم، لازم ما يطلبش منك حاجه، ما يطلبش منك حاجه تقول لا. لازم تزورهم كل شويه، تطمن عليهم. ما انت برضو ما ينفعش تقول لي انا انا كده اناني ولا. طب بتعمل ايه؟ انا ما شفتهم اخر مره شفتهم من 3 شهور. 3 شهور. طب اوكي. مش مشكله بقى. امم. ده المشكله هنا مش مضيعه وقت. كده عايز المشكله انك تتربى بقى خروف، دي. دي حاجه تانية. انت عايز تتربى بقى، دي مشكله ده تانية. كده مش تخريف الوقت، اه. كده خروف الوقت. اوكي. انا كنت بقول لك موضوع الترتيب ده امم. مهم يعني. مهم قوي لدرجه انهم مثلا لو هي كانت اكتشفت، صاحبتي دي ما اكتشفت ان هي الموضوع ده قبل ما تسافر، كان بالنسبه لها ان انا اقبض حاجه عاديه هنا واكون مع اهلي احسن ما انا اقبض كتير واكون بعيد. امم. فالفلوس ان هي بالنسبه لها كانت يا لهوي فلوس، بقت حاجه يعني the least priority. امم. She doesn't care about it at all. عشان عايزه تفضل مع اهلها. عشان عندها priorities اهم. اوكي. فقد كده بتفرق. امم. وده ممكن حد يكون بجد راضي بعيشته وحد تاني فاكر ان في كارثه فده طبقيه بقى على مواضيع الوقت. امم. نرجع السؤال ده. ممكن يكون في بعض منها انانيه، بس مش انانيه لو انت بجد موازن الدنيا. لو انت مش موازن غصب عنك، فهو عارف ان غصب عنك. امم. انت لو تقول انا مش لازم اقعد في القاهره، هاجي لكم كل فين وفين، بعمل اللي عليا، بتكلم، بزور، مش عارف ايه، ببعت، مش عارف كده، انا برضه بعمل اللي عليا. امم. لو انا عامل اللي عليا واللي قدامي متضايق، ده اللي عليا انا. ورقتي انا حليت ورقتي كلها، امم. الاجباري والاختياري. انت عايز تخترع ورقه تانية هتجيبها منين؟ اللي عليك هو اللي عليك. امم. ده قصدي ايه؟ ايوه، ايوه. ففي بعض من الانانيه، بس مش انانيه ممكن صيغه فلسفيه اخرى يعني. امم. مش انانيه قد ما هي مصلحه. انا برايورتيز مصلحتي امم. من دون ما ارمي مصلحتك عشان انت امي ولا ابي ولا ايا كان. فانا ببرايورتيز ده في الوقت ده. ايوه. بينما لو انت حصل لك حاجه لا قدر الله، هجيلك. صارت هنا البرايورتي اختلفت. البرايورتي هنا صارت انت لازم اروح لك الاول. انت هنا البرايورتي. امم. انت هنا البرايورتي عشان انت تعبان. ايوه. فهنا ان انا كده. يعني انت شايف ان تحديد الاولويات بيجي على حسب الوقت اللي انا فيه دلوقتي، ده المفروض يتعمل فيه. يعني انا دلوقتي والله انا محكومة بشغل بس اهلي كويسين والدنيا تمام، مش لازم ان انا بالظبط، على حسب انت كل حاجه كل اوكي. حاجه في وقتها. ايوه. اخد رشفه خد يا رشفة. بطي. خد رشفة. بيقولك عدم القدرة على انك انت تقول لأ، ده من الحاجات اللي بتضيع وقت. في نرفع بقى ايه to the previous question لا او كلمني previous. عربي بقى. ماشي. نرجع رجوعا امم. اللي كنا لسه بنقوله حالا. امم. ايه؟ كل شيء على حسب مكانه. امم. اوكي. يعني يمينك هو شماله قدامك، انتوا الاثنين صح. امم. يمين وشمال، بس انتوا الاثنين في نفس الاتجاه. نفس الفكره هنا. امم. كان ايه بقى السؤال؟ عدم القدرة على اقول لا. امتى؟ ما اوكي. ينفعش تساب عايمه كده ما تقولش لا. لا ما انا هقول لك، طب ما انا انا مش طب بس دي ما هو نار لا، هو نخش بيقول النار. لك عدم القدرة على اقول لا. يعني انا شايفاها مثلا، هقول لك يعني انا فاهم، بس انا بس بفلسف كل حاجه بقى. انا ايوه فاهم ما قصدك صح. تفلسفش طب عشان في ناس مش فلاسيف بيتفرجوا. ما- ما-
تعملش فيها فاهم يعني. ناس طب ما تعمل ناس فاهمة عادي فاهم. اقول لك عدم القدره بس بجد، لا بجد مش بهرج، مش مم. قصدي فلسفه الدنيا ولا عقد الدنيا، بجد على حسب حاجات. مم. ممكن يعني يعني لو قلنا ان هو هنا قصده حاجات التافهه مثلا، مم. الحاجات التافهه ممكن تكون مضيعه وقت. بس لو انت بجد ما عندكش حاجه تانية وده هيرفع عنك، ما الجيم ممكن يكون زي الزفت بس حلو لو انت بجد ده متعتك، اوكي. انت بتعملها في وقت ما في وقت معين مش عمال على في بطال. نطاق مش مضيعة وقت، هو وقته هو ضيع ايه، ما هو فيش حاجة تانية مكانه. امم. امم. بالجدول مكتوب اكس واي زد، س ص، س صاد خاء طاء، فانت طاء ده هو مكانه طاء، انت بتعملش طاء عشان بتضيع وقت، بتضيع ايه طب ما انا عايزه اتبسط. هو انا طب. يعني سين ايوه. ده هو دي مكان سين، فلما احط سين كده مش مضيعة وقت. ايوه. طيب. هنا في البسين. انا ده مكاني دلوقتي. فانا في سين ده هضيع وقت لو هنا فيها شين بس انا حطيت سين، ايوه. لا نخرب بقى الدنيا بقى. ايوه. ايوه. انما أنا ده وقت المتعه، فانا استمتع عادي. بالظبط اوكي. بيقول لك التخطيط غير الواقعي. بس ممكن سؤال نرجع بقى. اكيد. anyway انك ممكن انك والله بحاول الاقي لها اجابه عاديه، امم. بس ما فيش اجابه عاديه. لا هو ما فيش يعني انا مثلا هو عدم قدرتك على اقول لا ده، يعني مثلا انا بشوفها من حيث. قولي انت بقى صح يعني. هقول لك انا بحس ان انا استاذه كبيره في تضييع الوقت يعني، والمماطله والتلكؤ. تلكؤ، يا التلكؤ. عيني على التلكؤ. كالتلكؤ بالظبط. ان انا مثلا صحابي شيء مهم في حياتي، مم. فانا ما عنديش يعني ما كنتش بعرف قوي ان انا اقول لهم لا مش هينفع اخرج عشان عندي شغل، او لا مش هينفع ان انا اجيلكم النهارده عشان المفروض ان انا في كواليتي تايم اقضيه مع اخواتي او مع اصحابي. سوري هم اصحاب، مع اخواتي مثلا، انا بحب اخواتي وببقى عايزه اقضي وقت معاهم كبير. فهنا ما كانش عندي ان انا قدره ان انا اقول لا، فده فعلا كان بيضيع لي وقتي. بس دلوقتي بقى عندي قدره اقول لا، او بقول لهم لا انا عندي مشغوليات. يعني اخد ايه ولا كول ايه. بالظبط. هقول لك بقى هنا، امم. هنا ما بقتش السؤال ده بقى خاطئ شويه. ليه بقى؟ السؤال ما يكونش انت مش قادر تقول لا، انت السؤال ممكن يكون انت مش قادر تلتزم. هنا مش فكره لا ولا امم. انت مش قادره ترتبي الوقت ده، لازم ده الاهم. امي انا عايزه اقضي هنا، مش قادره ترتبي اولوياتك انت اولوياتك انت كمان. انا بالنسبه لي ايه الممتع اكتر او ايه اللي حلو اكتر، امم. ده مني، فايه مين الاهم امم. وقتي، فاهم قصدي؟ فهنا مش انك ما تقولش لا. طب ممكن اقول كنت بضيع وقت، ممكن يقول لا وضيع وقت. اوكي. طيب. فهمت قصدي ايه؟ ايوه. ايوه. بيقول لك اخر حاجه التخطيط غير الواقعي. ده ما احنا عمالين نقول فيه من الصبح امم. كده، خلصنا. التخطيط غير الواقعي. قول لي حاجه مثلا، قول لي حاجه انت شايف ان هي من التخطيط غير الواقعي بتضيع وقت. هقول لك امم. انك تحس انك ممكن تعمل حاجات اكتر من انت بتوفر بلان. يعني انا شايف ان انا ممكن ده انا ده وجدول ال50 ساعه بتاعي. مثلا انا بعشق اه يعني. تخطيط غير واقعي، ان انا اي. حاسس ان انا ممكن اعمل، ممكن اتنين، ممكن ان انا اخر قوي، ان انا بدر قوي، امم. ان انا حاسس ان انا ممكن اخلص مثلا 5 شابترز النهارده. امم. انا لخبطت الحروف جدا. امم. 5 شابترز، امم. 5 شابترز دول مش هعرف. لما ذاكر قال واحد تمام، تاني واحد تمام، انا مقدرة 2. اوكي. لما ازود على 2 بس من 3 و4 و5، بس انا مش قادر اعمل فيهم حاجة، مش قادر، وانا اكيد ما ذاكرتهمش هحتاج ارجع عليهم تاني. فالوقت ده بدل ما كنت المفروض اريح فيه، صرت امم. انا بعمل بيه حاجة ضغط على نفسي وانا مش قادر، باوفر اتشيف او باوفر بروميس او باوفر، يعني بحس ان انا مش عارف حتى بالعربي، مش هتعرف مش قادر انا بسوق تخطيط. تلتزم بالكم ده كله. ما انا مش قادر. ايوه ده فانا زي في ليله الاخر الامتحان كده. لقيت نفسي بجد مش قادر اعمل. طب كنت نمت زي اقول لك بقى زي بالظبط اللي قلنا من شويه، ان انا عايز استمتع. امم. الساعه 10 قاعد بتمرقع مش بعمل حاجه. امم. طب لو كنت نمت كنت صحيت نفس ال4 ساعات دول الصبح. امم. فهنا هنا ضيعتهم. وان ايوه. كنت عملت حاجه بس هتعمل نص كم، هتدوس على نفسك، هتتاذي، ايوه هتعمل صح. صبح.
ده انا عديت كل امتحاناتي بالشكل ده، بس عديتيها. بال8 شابترز اه و9 كمان. ده بقى مسوق تخطيط. ده كده يعني ده سوق ده خضار انا ده. كنت بدفس المعلومات كده، بس كانت في بتخش حاجه وبجيب تمتحني. بتقدير اتخرج بامتياز أنا. الله اكبر. بس ده مش معناه ان مكانك ده مش صح هنا، يعني، لا لا. مكانك مش هنا، مكانك هنا. لا لا، عشان ما نخلطش الامور، ده مش معناه ان حاجه صح يعني. كنت ببقى مذاكره قبلها عشان الميد ترم وكده، بس كنت بقى يعني كبس المعلومات ده انا استخدمته كتير. بس بيبقى في حاجه بقى على فكره، انه بيخليك بعد الامتحان تنسى كل اللي انت ذاكرته، ملاش وده اي لازمه، حاجه سيئه جدا. ملاش اي لازمه. بالظبط. فانا لما جيت اشتغلت بعد كده اضطريت ان انا اذاكر كل اللي انا ده يعني كل اللي انا دخلته وامتحنت فيه وجبت تقديرات ذاكرته تاني، عشان انا كنت بستخدم وقتي بشكل غلط، وبحط حرفيا 8 شابتر ولا 9 شابتر في دماغي قبل الامتحان عشان اخش اكب المعلومات، وكنت بكبها فعلا. وطبعا حطهم في الشنطه. بكبها، لا والله عمري ما غشيت، اكبها فعلا بس قصدي بعد كده. بدلدقهم يعني. يعني اكبها فعلا، وبعدين في الاخر اللي حلوه هو الكوبايه دي. وبعدين اصل كده بتدلقها وبعدين تطلع ناسي كل حاجه. يعني لا صح، الموضوع ده صح. بالك كتبت في ده السؤال من التاني، التخطيط غير السؤال الواقعي. التاني بالك كتبت في السؤال التاني كتبت أس 2. عبد ده كان ساينس. ما ساينس انا ناسي بقى. ساينس انا كتبت ونجحت بس. طيب بيقول لك بقى الحاجات اللي احنا قلناها دي، ان انا مش عارفه اذا كنت انت فاكرها ولا لا، هكررهم لك تاني بسرعه. ايه الحاجات اللي بتسرق وقتك، او كانت بتسرق وقتك من دول؟ اخمنهم ولا ما هتقولي؟ انا هقولهم لك بقى. المماطله والتاجيل، الخلط بين الامور، عدم قدرتك على القول لا، التخطيط غير الواقعي. هي اوبشن خامس all of the above. هم. كل ما سبق all of the above. كلهم. بجد كله. كلهم. انا برضو كلهم. انا معاك. بس انا مش شايفه انك بتضيع وقتك الصراحه. انا هكتب كتاب في الموضوع ده ان شاء الله. اي ريد كيف تضيع وقت. طيب. بس بقول لك مش هنشره عشان مش عارف، عشان ما عنديش وقت، مش لاحق عشان مش لاحق اكتبه. طيب بيقول لك في امل تفوق من غيبوبه تضييع الوقت. كلام الجرح على فكره. هو تقول غيبوبة تاني. انا ده فوت من غيبوبة شهرين، ما اظنش غيبوبة مضيعة الوقت دي كانت مشكلة عندي. انت شايف ايه؟ شايف ان لسه في امل، او دايما في امل ولا؟ انت قصدك تجرحيني؟ لا ما اقصدش. شايفي لا ما اقصدش والله. شايف ان فعلا في امل ولا لا؟ هو كل حاجة فيها امل بجد. لا على لو فكره انت في مت ناس يعني في ناس صعب جدا تغير موضوع تضييع الوقت عندها. صعب بس مستحيل امم بجد والله العظيم. لو اقول لك في الغالب بيكون انت ما عندكش جول او هدف معين، ما عندكش الدافع. امم بجد لو عندك حاجة هتعملها. يعني في ريسيرش كتير بتقول ان الكسل مش حاجة وحشة، يعني حاجة وحشة بس انت مش كسلان. انت لما تنخرب بتلاقي ان في مشكلة هنا. اللي انت بتعمله اللي انت كسلان عنه ده هو انت مش عايزه، او مش مهم قوي بالنسبة لك. عشان اقولك ليه يعني. عشان اي حد من كل الناس اللي هنا واللي بره في كل الكوكب، اكيد انت بتقولي بتمطلي جدا، بس اكيد انت قولي حالا اكيد في حاجة كانت حلوة قوي وانت عملت فيها. امتى اخر مرة عملت حاجة وكانت صعبة وسخيفة وعملتها كلها لحد الاخر؟ عملتي حاجة صح؟ فاكرة صح؟ فاكرة أيوة ايه؟ ايوه عملتيها؟ صورتي وطبقتي وما كنتش ما ضيعتش الوقت ما كنتش وقتها. كسلانة. ايوه عشان عاوزه فعلا اعملها بجد والله انت فاكرة الحاجة دي صح. ايا ايوه كان صح. ايه. دايما كلنا هتلاقي في حاجة. هيرجع بقى كسلان هتلاقي حاجة معينة. ايه ده؟ طب ما انا ده عملتها. مش معنى هنا ما كنتش كسلان. طب ما انا بجد عملتها كنت انا بعمل مجهود فيها اكتر من العادي. ده انا هنا مش بعمل يلا بعمل اي حاجه. التانية كنت بطبق وبقعد وبذاكر وايا كان بقى لا في وناس كتير بقى نابغه في حاجه وكسلان على الباقي كله عشان هو دي اولويات. هو بجد مش عايز الباقي كله. ايوه صح. بمناسبه الكلام اللي انت بتقوله ده، في حته هنا بيقول لك لو حابس نفسك في سجن المثاليه وان لازم كل حاجه تبقى مظبوطه 100% عشان تبدا. على فكره ده قريب شويه من الكلام اللي هقوله لك، لانه انا بشوف ناس كتير قوي بتضيع وقتها في حته ان اللي هو ايه اصل انا عاوز كل حاجه تبقى مظبوطه قوي عشان ابدا. يعني سنه جنه حلوه.
بجد لا هتبدا هي اللي يعني هنا. انت ايه رايك في الموضوع ده عامه؟ الناس اللي بتقعد اللي هو انا بسميها تسوف شويه، اللي هو حته انه انا هستنى كل حاجه تبقى مظبوطه جدا جدا عشان خاطر ابدا. ده بجد ممكن والله العظيم بجد مش قصدي فلسفه ولا مهم. قرف. ده بجد ممكن يكون عنده مشكله اللي احنا قلناها، اللي هو بجد بيعمل كده بس هو بجد مش قادر يبدا في حاجه هو معينه. مش عاوز من اللي جواه. بقى لو هو قلنا شفت ان قلنا دي كنت اقول قلنا قلنا ايوه. طلع منين مش عارف. اه. لو قلنا هو بجد بقى given fact، مهم. مسألة كده في اكنك مسألة ماثematics بيقول لك مم. حلو خلاص. مم. الجيفن اللي هو مش ما عندوش مشكلة، هو سليم وكل حاجة، بس هو عايز كل حاجة تكون تمام. على فكرة مخلوط. ده مش حاجه، مش انت شايف ان ده، انا كمان شايفه ان ده مش حاجه صح. فكرة مخلوط. ايوه. يعني انا عايزه اقول لك ان انا كل حاجه قلت فيها ان انا هبتدي دلوقتي، وانا مش شايفه في ايدي اي حاجه مش الصوره قدامي مش كامله، بس ابتديت دلوقتي. هي الحاجه اللي وصلت لها، واي حاجه انا بتكاسل بقى وعماله اقول اصل لما، واصل مش اصل عارف مش ايه. تيجي لما مش بتتعمل، مش بتتعمل. خالص. يعني لا حرفيا هنا محتاجين define، عرف كلمة كاملة. امم امتى هتكون كاملة؟ امم ما فيش حاجة انا لازم اكون انا عايز ابدأ كذا. اه لا، بس لازم يكون كاملة. اللي هو ايه؟ ايوه. عرف الكلام عشان ممكن بالنسبة لك كاملة دي اللي هو كان معايا كاميرا ومايك. ماشي ماشي امم هستناهم. كاميرا ومايك مش حاجة. كاميرا الموبايل بتاعي لازم يكون كامل. افضي ستورج ماشي. الكاميرا دي بقى لو انا عايز اضاءة بقى واتنين لايت مش عارف ايه وكرسي والرنج، ومايك ايوه الرنج لازم ورينج. الرنج. 3 رينج دي انا عايز آه. بتاع الاستاد ده. ايوه. ايوه. اتنين كده يمين وشمال. وديكور ايوه. اه ومعلق بقى انا داخل بيدوس ريكورد. أمم. الله عمل بوست ايوه. الله اكبر. 2 فيو. ايوه. فاهم؟ صح والله صح. كاملة دي ايه؟ آه. انت يعني رتب هنا برضو. تاني رتب اولوياتك. انت اولوياتك الصورة، أمم. ولا عايز تجيب مثلا تشتهر بس فيوز، ولا عايز توصل مسج، ولا عايز تطلع بصورة نظيفة كويسة، أمم. ولا عايز تعمل حاجة. فانت لما ترتب ده، ما هي كده 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 في حاجات هتكون غلط لو هو حطها في الأولوية. اكيد، ما هو اي بس حاجه كل اكيد، واحد حاجة كل واحد تو ايتش زون يعني. وبتتصلح بعد كده. اه مهم. ولكن لو قلنا هنا ما فيش غلط، لو مم. قلنا ان ما فيش غلط، فهنا أولويات ان انا عايز اوصل مسج. رغم ان انا عم فتحت الكاميرا وجاب فيوز. صح. في حد تاني عايز لا يطلع بس عايز مثلا يقول محتوى نظيف، فعايز يطلع بلبس بدلة مثلا يطلع مهم. بصورة نظيفة مثلا. واحد مثلا عايز يعمل ريل استيت. ريل استيت لازم يكون معاه كاميرا عشان يصور بره، وإضاءة عشان بالليل، وشقة مثلا فاضية عشان يبيعها. مهم. أولوياته. صح. بس عامه هنا برضه الأولويات مش عارف الاولويات، أقولها. قولي أنت قولي أنت. الاولويات، هي دي. تحديد الاولويات. بس عامه انت شايف انه عامه ابدا باللي في ايدك وما تضيعش وقت. آه مرتب أولوياتك. يا ما برضه باللي في إيدك. كده كده باللي في إيدك. انا شايفه من كده وجهه كده نظري كده ما ان هو كده كده يعني، ابدأ باللي في إيدك. ان يعني زي ما الحكمه بتقول ابدا يا فندم لان مفيش وقت مثالي. هما كاتبين هنا كده. تبقى محتاجة شرب اه. عصير. اخر حاجه بقى، بيقولك ان اليوم اللي فات مش هيجي تاني. بجد. عبره. عامه النفس اللي بتاخده كده كده مش راجع تاني. والرشفة بقى والر- اللي بتاخدها. على فكره انا بؤمن بالكلمه دي جدا، بتاعت ان اليوم اللي فات ده مش هيجي تاني. عشان كده لما ببقى مسافره والله انا بحلم بيوم السفر. انا ما اعترضتش، انا بس بضحك. محدش قال اني غلط صح. ايوه. على فكره اليوم اللي فات مش هيجي تاني. انا عارف. انا باكد لك المعلومه. النهارده ايه؟ وهنقول الكلام ده للناس ان اليوم اللي فات برضو مش هيجي تاني، فانت استغل يومك على قد ما تقدر. دي رساله انا بوجهها مني للجمهور. انت تستغلوا بطلب ان هم ان اناشد انا شايفه والله الجمهور. ان وبقول لنفسي برضو انه فعلا انه انا هقول لك على حاجه. يعني عشان انا لما باجي ببقى مسافره مثلا، ببقى دافعه فلوس كتيره قوي في السفريه، فببقى شايفه ان اليوم غالي جدا، فبجيبه من بص عشان متضايق. فظيعه من 5 الصبح
ببقى بجري في الشوارع يعني من 5 الصبح. اكني انا كنت محبوسه، والله العظيم 3 اكني فاهم من 5 الصبح ليه اكني هربانه. عشان انا في عقلي ان اليوم ده مش هيتعوض. ما هو بقى فاهم مش هدفع الفلوس انا دي بقى تاني. متعور بقى. انما هنا عادي واحنا كل يوم عادي. لكن انا ببقى شايفه ان انا طالما مسافره فانا دافعه فلوس كتير فلو انا شايفه ان لو احنا طبقنا الكلام ده في حياتنا ان اليوم بجد غالي جدا والوقت غالي، فمش هنضيع وقت لان اليوم اللي فعلا بيفوت مش بيجي زي تاني. واقول لك حاجه على اللي انت بتقولي ده. والله اني حكيمه، تراني حكيمه مره. مره حكيم يا ابوي. مره حكيمه. اقول بس اقول جيب. اقول لك بجد حاجه حلوه انا لاقيها وانا لاقيها حلوه فمش عارف ازاي، بس قشطة. اوكي. اسمعي بس. مم. عندك كام سنه؟ عندي 26 سنه. انت هنا دلوقتي 26 امم خلاص الباقي خلص، وهتمي 27 هتلاقي نفسك في 27. ده حاجه زي ان اليوم اللي فات مش هيجي تاني. انت لا متاكد يعني لي معلومات يعني؟ انا بقول كده لنفسي بجد، ده ده هو زي دي بالظبط، بس الابلكيشن بتاعي بالنسبه لي يعني ده اللي بيفرق معايا. مم. سنه 32 سنه حصلوا امتى؟ مم. انا بجد مش فاكر. مم. انا بجد مش فاكر حصلوا. انا 32 سنه امتى؟ أوكي. وفجاه لو سالت اي حد من اهالينا هو مش فاكر إن هو فجاه لقى نفسه 50 سنه. اه هي فجاه هو بتتخطف. هو صح. اليوم اللي فات هو اليوم بيخطفك طول ما انت قاعد. اقول لك حاجه بقى مش مخدراتي شويه. مم. انت من شويه كنا لسه بادئين الحلقه، صح. احنا بنخلص اهو. والله العظيم بتتخطف. مش كنا ضيعنا شوية وقت كده؟ كان زماننا بقالنا هنقعد اكتر أكتر من من ده، كده. اكتر من ده. يا فجرك يا اخي، اكتر من ده. ده اصلا لما ده لو بتمنتجت بس اللي احنا قلناه، مهم. مش المفيد اللي احنا قلناه كله بقى، مش المفيد بس. أيوه هتلاقي كلها 4 دقايق، 4 دقايق ده بالمقدمه بالنهايه بالاعلانات في النص. ده أنت بقى. أنا ما ضيعتش وقت، أنا اتكلمت في كلام مهم. اتكلم عن نفسك. آخر حاجة عشان قالوا لي هنا في ما الإعداد. مش فاضي معاك. آم، أنا حاليا ابتديت أستبدل سماع الأغاني بتاع الأغاني بإن أنا بسمع كتب صوتية وحاجات زي كده. انا اقول لك بقى، مم. انا مضطر مم. اسمع كتب صوتيه عشان انا آه. لا بس انا هقول لك انا بحب الكتب الصوتيه. طب اقول لك على حاجه. انا بسمعها بالاول حسب بصراحه. وانا كمان. حسب ربنا بقى يعني يعني انا بسمع اداني الكتب. سبب بس. اصل أنا بحس ان الكتب الصوتيه دي بتديني خيال اكتر من المقروءه كمان. انا بحس بكده. اه طيب قول لي اكتر مثلا كتاب قريته وحسيت انه حبيته الفتره اللي فاتت. ما تقول لي كتابين. طب يكتروا ارد بسرعه. رد بسرعه عشان هترد اكتر. هقول لك 3. ماشي. كتاب بتاع، هو فلسفه بديهي يعني، اكيد مش هقرا. اسمه letters from a stoic. اوكي. سينيكا ده عالم، ده كنت اقول فلسفه. اوكي. راجل فلففوس، اوكي. فيلسوف مهم. اسمه سينيكا. مهم. هو بيتكلم، هو مذهبه يعني اللي هو ستويسيزم. هو ستويكس اللي هم حاجة زي الانضباط، تكون منضبط يعني، انضباط، تكون شخص منضبط. اوكي. ده إن- مفيد ده يعني للوقت. هو letters from a stoic ده بيقول التلميذ بتاعه بيبعتوا لبعض جوابات، فده جوابات بقى دي. مهم. كان بيقول له ما تضيعش وقتك، اكشلي قال له كتير. مهم. قال له ال- الدنيا عامله ازاي، الحكومات عامله ازاي، الفلسفه عامله ازاي، البشر عاملين ازاي، المجتمع عامل ازاي. تشبيهات بقى، هو فلسفه ما مش حاجه تانية يعني. قال له زي مثلا اللي هي رومان اسمها ايه، الحلبة يعني. مهم. في الملك قاعد ومش عارف في ناس بتعمل كده، وهنا في ناس هتلاقي انا مش عارف اقول ايه. فلسفه بقى جدا، حاجات في الدنيا الدنيويه كلها، بس فلسفه جدا بقى. اوكي. هو ستويسيزم ده مذهب او مبدأ فلسفي بتكلم عن انك تكون منضبط من الاخر. عايز اقول ايه، حاول ما تتضايق يعني، مش ما تتضايقش،
اتقدر واسكت وتعالى نفسك وكمل. مهم. انضبط يعني. حلو، افصل ده مشاعرك مفيد شويه. للبودكاست ده. هو جدا جدا اسمه letters from a هو مبدأ. من الحاجات اللي زغطت انا خلاص دقيقة زغطت. خلاص هي بتقول لك خلاص كده لحد كده خلاص كفايه. حتى لو زغطت بتقولي حتى ايوه. انت كده في 5 من 4 الحاجات وزغطت. من الحاجات اللي كمان انا بشوف انها مش بتضيع الوقت، الافلام. عندك فيلم وبس ترشحه؟ المزيكا بتضيع وقت. الافلام الوثائقيه. فاهم خدت. انا صح. انا بتكلم عن مزيكا وثائقية برضه. انا بسمعش ما بسمعش غير مزيكا وثائقية. يعني انا بشوف مثلا ان اكتر الحاجات اللي بتفيد الافلام الوثائقيه. انا بابايا علمني الموضوع ده جدا، علمني ان انا دودة افلام وثائقيه انا بحبها جدا 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 جدا. انا عندي على يوتيوب اصلا الشانل بتاعتي مهم. عمل بلاي ليست اسمها دوكيومنتريز وحط فيها كل حاجه يوتيوب موجوده عن انا هخش اتفرج عليه والله العظيم لان انا بحب اسمها جدا. دوكيومنتريز ده الشانل اه بتاعتي. وعلى فكره والافلام بس العاديه لازم برضو تعملي سبسكرايب. سبسكرايب. سبسكرايب لو كده. بس انا بشوف كمان على فكره حتى الافلام العاديه يعني الى حد ما في افلام مفيده، هو كل حاجه تاني نرجع تاني ونقول مم. كل حاجه مفيده لو انت بس في حطها في وقتها. اولويات. بالظبط. لو انت انا بجد انا من وجهة نظري، يعني انا عايزه اقول لك انا خبيره في افلام الجرائم بتاعه الوثائقيات. يا لهوي، انا لدرجه ان انا بقيت اشوف يعني في محامين اللي هم بيظهروا في الفيلم على اساس انه بيبرر لك الجريمه وكده، انا ابتديت اشوفهم متكررين من كتر ما انا خلاص عرفتك. انت بتاع الجريمتين اللي فاتوا. انا انا بقيت عامله دكتوراه في الافلام دي. والله انا انت بحب جدا. الفيلم اللي شفته اول امبارح. ايوه بالظبط. ها شو نكلم الواد ده مش عايزين. انا بقيت خبيره جدا، انا بتفرج على وثائقيات كتير ودايما بشجع الناس ان هم يتفرجوا عامه على. انا فعلا دوكيومنتري. انا اصلا بعد الحادثه كمان رشح لي دوكيومنتري دلوقتي قبل ما تحكي عن الحادثه. ذا رشح موني لي فيكس. تاني ذا اسمها. موني فيكس The Money بيتكلم Fix، عن أوكي. الماني سيستم اللي في الكوكب. اوكي. ان هو يعني شوفين خلاص بيتكلم عن الماني سيستم ازاي البنوك بتمانيبيليت الدنيا اوكي. وازاي بيكسبوا من ده وازاي ده ممكن يكون اثيكلي مش صح يس. وازاي بيعملوا يعني. هتشوف حاجات هو بسيط قوي والله العظيم. هتفرج عليه قبل ما اروح اخد قرض. ايه هتفرج عليه قبل ما اروح اخد قرض لو مش بعلمي ازاي عشان تسرق يمنعني. البنك. ما هو عشان يمنعني بقى، فاهم؟ اكيد هو بيتكلم عن قروض. ما ايوه، ما انا حسيت، فاهم؟ ازاي. في جزء القروض اقصد اكشلي جزء القروض اللي هو في الدوكيومنتري ده في جزء عن قروض. انا حاجه اللي هو ممكن اكون اخدت بالي منها مهم. بس كارثه مهم. كارثه مم. واضحه قوي. بس اوكي هتفرج عليه. لا حلوه قوي قوي اسمه ذا ماني. هتلاقي في البلاي ليست حاططها. ماشي هو عشان على يوتيوب. خلاص اوكي. عبد الله انا اتبسطت معاك جدا بامانه وانا كمان. واتعلمت معاك ازاي ما اضيعش وقتي في الحكايه الاولانيه اللي حكيتها لنا. وعاوزه كمان اقول للناس انه بجد بجد فعلا اليوم غالي. بلاش تبقوا زي انا ان انا بستنى اليوم الغالي اللي بجد لما بسافر او كده عشان خاطر ما اضيعش وقتي. بس لا، انا يعني من قصه عبدول النهارده اتعلمت ان انا مش هضيع وقتي. ممكن بقى نقول جمله قول جمله. المونتاج بقى احطها في الاول. ماشي. يا جماعه الحلقه دي اتفرج عليها وانت فاضي. يعني لو عندك حاجه اهم تعملها اوكي دي عشان حقيقه. وقت ما تضيع وقت كده. يا جماعه انا جايين نضيع وقت. دي حقيقه. لا بس ما تقولش كده. وما تضيعوش وقتكم. واليوم اللي فات فعلا مش بيرجع تاني. شكرا.